الخذلان اللي بيجي بعد عشم بيبقى صعب قوي، والأصعب لما يجي من حد ما شافش منك غير كل خير. في الوقت ده بتبص لنفسك في المراية وبتقول: هي معقول تيجي من الشخص ده؟ طب ازاي ينسى وقفتي معاه؟ ازاي هنت عليه؟ بتقعد ساكت شوية وتراجع المواقف واحدة واحدة، وتفكر في تفاصيل صغيرة كنت فاكر إن عمرها ما تتنسي. بس بعد شوية تهدى وتكتشف إنك اتعشمت في ناس ما كانتش تستاهل، ناس كنت بتحطهم في مقام أعلى من حقيقتهم بكتير قوي. وبعدها بتفهم إن العشم الكتير بيكسر صاحبه، وإن في ناس وجودها كان اختبار مش نعمة. فبتتعلم من الدرس وتكمل من غير وجع، من غير لوم، وتقول الحمد لله على النضج اللي جه بعد الوجع.